مفيش احلى من كده انبوكس. صلوا على النبي كتير وحدوا الله. تعالوا نفتح اول طلبيه للمشروع بتاعي. صلوا على النبي كتير وحدوا الله. شجعوني قوي وعايزه دعم الفتره الجايه، دعم ضرب نار. مش عايزه اكتر، يعني عايزه زغاريد بقى وكلام حلو وتشجيع ودعوات. عايزه حاجات كتيره الفتره الجايه. مش عايزه احباط، مش عايزه يأس، مش عايزه الناس الوحشه، مش عايزه اي حد محبط في حياتي، مش بس في مش عايزاهم. وان شاء الله لا تراجع ولا استسلام، ومكملين مهما كانت الظروف والصعاب. صلوا على النبي كتير وحدوا الله. مفيش حاجه بالساهل، مفيش حاجه بتيجي من يوم وليله. كل حاجه بتيجي مع تفكير ووقت واصرار. هي الفكره مش فكره بس ان انت شفتي حاجه عجبتك طب انا هطلب، لا، فكره يعني تدوريها ازاي، طب الدنيا هتمشي ازاي، طب 1 و2 و3. كل حاجه وليها قاعده بمعنى اصح. فالحمد لله الموضوع ده انا ما عملتوش لوحدي، عملته انا واختي. والله عايزه اقول كلام كتير بس الكلام الحلو جاي في الكلام ده فمش عارفه ارتب الجمل بالظبط في دماغي. فالحمد لله هنا كنت بوريكم الشغل. الحمد لله كانت حاجه جميله وشكلها يفرح. ركزوا لي في التفاصيل. لا لا لا، نركز في التفاصيل بعد اذنكم. احنا منقيين الحاجه وكاني هستخدمها في المطبخ عندي، وبالفعل انا اخدت كذا حاجه عندي واختي هكذا. يعني في حاجات احنا معذره احنا اخدناها لنفسنا وقلنا هنبقى نطلب منها الفتره الجايه تاني. والشغل اللي بينزل كله على الستور كله ان شاء الله هيتوفر. بس في حاجات معينه مش هجيبها غير لو حد طلبها. فلو انت عايزه حاجه اطلبيها وهقول لك هتيجي امتى والتوصيل هيكون عباره عن ايه. والناس اللي بتسال التوصيل بيكون ازاي، التوصيل اللي بيكون عن طريق البريد، لان دي الطريقه الامن اللي وصلت لها الفتره دي. الطريق البريد بيوصل حاجه انا بحس ان انا مطمنه الفتره، يعني انا استلمت منه كذا اوردر وحاسس ان هم بيحافظوا على الحاجه شويه. لكن كذا شركه شحن حرفيا فيهم شركه مش راضي يمشي من دماغي، شركه زباله. بتكلم معاه وبقول له يعني مش هيحافظوا على الحاجه عشان ازاز وكده. حضرتك ده شيال، يعني هو لو بيفهم وعنده دماغ كان بيه استاذ وقعد على المكتب. انا ازاي عدت عليا اللحظه ان انا ارد فيها واقول له لولا الشيال ما حضرتك ما كنتش عملت مكتب وقعدت عليه مسكت القلم وقعدت تكتب. والله العظيم بجد. يعني ازاي يقلل من شأن ناس لولاها ما كانش قعد واشتغل وقال ود وهات وسو. قال كده يعني ما كانش عمل كده. وتشبيه القلعن بقى لما قال ان هو زي البهيمه بينقل الحاجه من هنا لهنا زي ما انت عايزه مش اكتر من كده. يعني اللي بيفهم هو بيتعامل مع ازاز مع حديد مش فارقاله، هو فكرته ان هو يحرق ينقل الحاجه او يوصلها من المكان ده للمكان ده. فبجد انا ما كملتش الكلام وقلت له شكرا. مع ان والله اللي ضايقني بعد ما مشيت ان كذا عامل حواليه كانوا واقفين. يعني ازاي يجرحهم او يتكلمهم بالطريقه الزباله دي انا مش عارفه. بس الدنيا غابه وكلنا كده عايشين فيها ايه ستر ربنا. في ناس محترمه بنت ناس متربيه، مش فكره فلوس على فكره، فكره تربيه واخلاق. وناس تعرف ربنا، تعرف يعني ايه كلمه طيبه صدقه. وناس تانية حرفيا ما عدتش عليها لا الربايه ولا عباره عن محفظه. ماشي معاك فلوس بس انت ما تسواش اي حاجه حرفيا. يعني انت كاخلاق او كدين او كتربيه او كتعامل لا تفقه شيء في اي شيء. فسيبنا من الراجل ده الله يصلح حاله ويبعدنا عن امثاله. فالحمد لله يعني من الاخر ان انا وصلت لتعامل البريد الفتره دي هيكون احسن حاجه بالنسبه لي. وهو هيحصل منك بس الشحن بس حسب. برضو في ناس معينه بتقولك لا انا هحول كل حاجه وانت حاسبه البريد من عندك. وهتبقى اتفاقات وان شاء الله نتفق مع بعض مفيش اي اختلافات. صلى على النبي كتير وحيد الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا ويرزقنا من حيث لا نحتسب. وشكرا شكرا شكرا على الكلام الحلو، على الكلام الايجابي، على الطاقه الايجابيه، على رفع المعنويات. والبنات اللي بتكلمني على الخاص تطمن عليا لما بغيب. شكرا من قلبي للناس الطيبه الكويسه اللي ربنا رزقني بيهم. انتوا حرفيا رزق، انتوا نعمه كبيره ربنا بيسرها وبيحطها في طريق الواحد كده وهو ماشي في الدنيا. فربنا يزيدكم نعمه ويحفظكم من الزوال ويكفينا شر الناس الخبيثه الوحشه اللئيمه. الوحشه دي وحشه حرفيا، كلمه وحشه دي بتوصفها. فقولي لي رايكم في الحاجات، قولي لي رايكم على الحاجات اللي على الستور. هحط لكم اللينك تحت الفيديو علشان تشوفوا الحاجات الباقيه، واللي يعجبه حاجه ما يترددش يسال عليها. وان شاء الله كل حاجه هتكون متوفره بارخص سعر ممكن تلاقيه. لان انا ان شاء الله ناوي اعمل حرق اسعار، لان انا جايبه من مورد بيجيب حاجه جمله 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 الجمله. تمام. صلى على النبي كتير وحيد الله. ربنا يعيننا ويرضينا ويحسن ما بين ايدينا. صلى على النبي كتير. في حاجات كتير عجباني، في حاجات كتير بحبها. عارفه انت لما تكوني بتشتغلي حاجه بحب مش بس عشان تشتغلي وتجيبي فلوس وكده. تمام. لا انا حابه ده، انا بحب المجهودات لذلك بدات بيها. والفتره الجايه يكون في حاجات كتيره جدا. سلام.